ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل فضل خيركم زي ما شايفين روستد فراخ في الاير فراير، زي ما شايفه جوسي ورهيبه رهيبه رهيبه، والتتبيله خطيره. ولو عملت الطريقه دي دايما هتعمليها كل مره في الروستد فراخ. تعالي نشوف الفراخ الحلوه دي اتعملت ازاي بطريقه سهله وحلوه، وانا عملتها في الاير فراير. يلا بينا نبدا الفيديو واقول لكم الحلويات دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. ادي كده يا ستي الكل معايا البهارات بتاعتي، هنبهر بيها الفرخه بتاعتنا. عايزين نص ملعقه من الكاري، ملعقتين صغار من بهارات الفراخ، ملعقه مش مليانه كزبره صغيره برضو، ربع ملعقه من جنزبيل البودره، نص ملعقة من الفلفل الأسود أو الأبيض، ربع ملعقة من الهيل والملح على ذوقكم، وعايزة 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو النباتي اللي تحبيه، ملعقة صغيرة من دبس الفلافل، ملعقة صغيرة من دبس الطماطم. وعايزين ده المخلل، المية بتاعت المخلل، الشطة اللي أنا جبتها من تركيا. لو ما عندكيش حطي خل لو مش موجود يعني. ودي ليمونة كاملة شرايح. تمام، هنجيب الفرخة ونقطعها مع بعض ونشوف. انا اول هنخلط الحاجات دي في الاول مع بعض. نحط الزيت ونحط العصير، نحط كل المحتويات اللي انا ذكرتها. هنا يا ستي الكل ندوق الملح، لو عايز محتاج ملح كويس مظبوط. انا حطيت حوالي يعني ملعقة صغيرة مش مليانة ملح. نحط الشرايح بس. ونجيب الفرخة بتاعتنا، انا غسلتها وشلت الجلد، يعني ممكن تخلي الجلد بتاعها، انا ما بحبش اخلي الجلد. ادي كده يا ستي الكل الفرخة بتاعتي انا غسلتها كويس. دي كيلو و200 جرام. احلى حاجة لو عايزة تعملي فرخة في الفرن او محشية، جيبيها كيلو و200 جرام، احلى، بتطلع احلى يعني. نعمل لها فتحات كده، نقلب الفرخة وهنا برضو كده عشان التتبيلة تخش في كل حتة. ادي كده يا ستي الكل، جيب الطبق بتاعي اللي هعمل فيه. ادي كده يا ستي الكل، اول حاجه نعصر الليمون كده، نطلع منه الزيوت بتاعته. تمام كده اهو. نجيب الفرخه بتاعتنا دي ونروح نحشي، نملاها من التتبيله بتاعتنا. ما اقولكيش على الريحه فظيعه. انا حبيتها تمام، وهعملها في الاير فراير. دي ممكن تعمليها في الفرن عادي، مفيش اي مشكله. نعمل لها مساج كده، ندخل كل الليمون، نمسج الفراخ بتاعتنا كويس، ميك شور كله التتبيله دخلت معانا كلام. وانا زي ما قلت لك دلوقتي الساعه 8 بالليل، فانا هعملها تاني يوم. اجيب فلم واغطيها ونشوف بكره. ادي كده يا ستي الكل، انا زي ما قلت لك حبيتها. اوكي، لو ما عندكيش وقت ممكن خليها ساعتين 3 او اطبخيها يعني، او اول ما تصحي بحريها وخليها شويه عشان تاخد من التتبيله الحلوه بتاعتنا دي. فانا هشوفكم بكره ان شاء الله. هدخلها التلاجة. ادي كده يا ستي الكل، ده تاني يوم. بحرت الفرخه بتاعتنا زي ما شايفاها كده. انا زي ما قلت لك هطبخها، هحطها في الاير فراير وعلى البروجرام الجريل وعلى درجه حراره 180. فانا هجيب الاير فراير، ممكن تعمليها في الفرن كده. الفرخه بتاعتنا نحطها كده. طيب هشوفكم، هوريكم بالظبط اخدت في الاير فراير على 180 مش على 200. اشوفكم لما تطيب. ادي كده يا ست الكل الفرخه بتاعتنا زي ما شايفه، مقولكيش على الريحه. اخدت ساعه طبعا على كل حسب. الاير فراير بتاعتنا انا عملتها ما حطيتهاش في الجريل لان كانت هتتحرق. ففي الاير فراير في بروجرام ستيم، يعني لو جينا كده شايفين هنا البروجرام بتاعتنا، فانا عملتها على ستيم واخدت معاي ساعه. بس على كل حسب اير فراير. تمام، كل البرامج هنا للكيك للشيبس للباربيكيو لكل حاجه. فانا حطيتها على ستيم عشان تطلع بالحلاوه دي. يلا نحطها في الصحن ونيجي نشوف الحلاوه دي طعمها ازاي. ادي كده يا ست الكل الفرخه بتاعتنا زي ما شايفه، ما اقولكيش شايفه مستويه ازاي، تكلم على نفسها بصراحه يعني. ادي كده، والصدر برضو زي ما شايفه جوسي. طبعا ممكن تاكلي تعملي معاه جنبه رز باسمتي او رز مصري اللي تحبيه. وانا عملت جنبه دجوس ندوق مع بعض. انا هدوق الصدر مع اني ما بحبش الصدر، بس ندوق مع بعض. ادي كده يا ست الكل، دي كانت الوصفه بتاعت النهارده. اتمنى لو عجبتك الوصفه ان انت تجربيها وتقولي لي في كومنت حلو هل انت بتجربي اي وصفات من الوصفات بتاعت الاكل اللي انا بعملها ولا لا. لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.